أنا طول عمري وأنا حاسة بنفسي وشايفة نفسي إني مفيش زيي. من وأنا صغيرة وأنا بحب قوي الجواز، ومن صغري وأنا واعية قوي للموضوع ده. معرفش ليه، بس أنا اتخلقت كده. كنت بحب قوي العلاقة اللي بين الراجل والست، وكنت متلهفة قوي على الجواز. ما كنتش أعرف إن ربنا يوقعني في عبد النبي. عبد النبي ده جوزي شغال عامل نظافة، ويا دوبك بس بيطلع على السرير يهنج، ومن بين الناس كلها ما لقيتش غيره. ما كنتش أعرف إنه هيطلع نيلة كده. اتجوزت وبعدها عرفت المصيبة. تحسرت على نفسي وزعلت قوي. طب مين اللي يدلعني؟ هي دي الحاجات اللي كنت بسمع عنها طول عمري من الستات المتجوزين، من قرايبنا وجيراننا. لما كانوا بيقعدوا يحكوا مع بعض، كل واحدة فيهم تحكي عن جوزها بيعمل إيه ويسوي إيه. كل واحدة بتقعد تنفخ في جوزها وتفخمه وتقول ده مفيش زيه. فأنا خلاص حطيت في دماغي إن أنا كمان هبقى كده. لكن لما اتجوزت ما شفتش حاجة من دي خالص. كان طول الوقت تعبان وصحته على قده، وما كانش بيقدر يعمل حاجة. أي نعم، كان بيحصل بينا كل حاجة وخلفت منه 3 عيال، لكن برضو الموضوع ما كانش فيه متعة خالص، ولا إثارة ولا إحساس. كان يدوبك وانتهى الموضوع. فهمته كده أكتر من مرة بالمحسوس، يعني إني كده ما ينفعش معايا، وإني عايزاه يشد حيله شوية ونعمل زي اللي بنسمع عنهم، شوية متعة شوية اهتمام، ويبطل السرعة اللي هو فيها دي. لكن برضو ما تجاوبش معايا. كان بيجي يدوب ياكل وينام، تعبان على طول. حتى أبوه كان باين عليه إنه مش زيه، عشان حماتي كانت دايما بتتكلم إن حماية لسه بيطلب منها الحاجات دي رغم إنه هو راجل كبير. قلت بس هم كلهم حلوين، وما يقع في بختي غير عبد النبي. مش عارفة ليه ما طلعش زيهم. أخو عبد النبي كان دايماً بيبص لي في الرايح والجاي. كنت واخدة بالي طبعاً، بس كنت برسم التقل، وشوية بشوية في نظرة في كلمة بقيت أرميله كلام كده يفهمني. يعني أقول له أخوك دايماً تعبان وأنا ببقى عايزة أسهر وهو صحته على قده، ما هواش قديه. بفهمه إني محتاجة وإن جوزي مش مالي عيني، بس بطريقة غير مباشرة. بصراحة هو أصلاً كان مستني إني أقول كده، علشان كده أول ما قلت له كلمتين لقيته تجاوب معايا. كان بيستنى بس إني أقعد في الحوش علشان يقعد معايا، أدخل الزريبة وهو يتكلم وأنا وحماتي نخبي، وهو يفضل يبص عليا من تحت لتحت. لحد ما في مرة رحت له وقلت له بصراحة: هو أنت بتبص عليا ليه؟ قال لي: ما أنتيش عارفة. قلت له: الحقيقة عارفة ومستنياك. أنا قلت له الكلمة دي وفضلت مستنية إنه يقرب مني، وهو ما كدبش خبر. معرفش يقاوم طريقتي، حتى نظراتي كانت تخليه يقف قدامي زي الحتة المبلولة. وتاني يوم لقيته مستني الفرصة. أول ما بقيت لوحدي جه عليا وحصل اللي حصل. بصراحة أنا انبسطت قوي اليوم ده، ولا عمري حسيت بندم ولا زعلانة ولا حتى رجعت نفسي في اللي حصل ده خالص. كل اللي كان يهمني مزاجي، إني أكون مبسوطة وأعمل زي الستات كلهم. أنا مش قليلة عنهم في حاجة، لأنهم كلهم عايشين معانا في نفس البيت. حماتي كانت دايماً مشغولة، لكن الراجل الكبير كان مركز معايا قوي. الوحيد اللي ما كانش مركز هو عبد النبي. جوزي كان يجي تعبان ينام، ولو حصل بينا حاجة ما كانش بيطول. لكن ما كنتش أتخيل أبداً إن حماية يوم ما يشوفني يسكت كده وما يتكلمش. لقيته ساكت وسايبني، والمفاجأة لقيت عينه مني. استغربت. عمري ما تخيلت إن راجل كبير كده كمان تكون عينه مني. ما اكدبش عليكم، أنا ما كنتش بقول لأ لأي راجل. أي راجل كان بيقرب مني كنت بقول له أهلاً ومرحباً. مش عارفة ليه، يمكن لأني من صغري وأنا بسمع الستات يتكلموا عن المواضيع دي، فده اللي خلاني كده. ما كنتش بفكر في حلال ولا حرام، ولا صح ولا غلط. طلقني عبد النبي ووافقت على طول، وكان الموضوع سهل لأنهم عايشين في نفس البيت. بس ما اكدبش، اللي أنا فعلا حبيته كان أخو جوزي. فضلت معاه 2 تقريبا. أما حماية كنت بعمل معاه كده علشان أسكته ما يفضحنيش، لأنه كمان متورط زيه، فما كانش يقدر يتكلم، وبقيت ماسكة عليه زلة. بس بعد فترة جوزي بدأ يشك، ما بقاش زي الأول.
رغم إن هو ما كانش بيركز معايا قبل كده، بس هو حس إن في حاجة غلط وكان دايماً يزعق ليا. وحماتي كانت متسلطة دايماً تشتكي له مني. وفي نفس الوقت أنا كنت حبيت أخوه، كنت خايفة يبعدني عنه. كل اللي كان يهمني إني أفضل جنبه، ما بعدش عنه خالص. وكنت قلقانة إن جوزي يطلقني، فساعتها مش هعرف أشوفه تاني ولا أعيش معاه ولا أتجوزه. فكرت، دماغي راحت وجت، لحد ما جه في بالي فكرة شيطانية. قلت مش هرتاح غير لما أتخلص من عبد النبي، أتخلص منه خالص، وأخلي الناس يقولوا خلي أخوه يتجوزها علشان يربوا العيال، وكده محدش هيتكلم ولا يشك في حاجة. وفضلت ماشية ورا الفكرة دي لحد ما في يوم عبد النبي يتخانق معايا خناقة كبيرة، وقال لأمي إنه هياخدني علشان يروحني، وقال لي تعالي أشتري ليك هدوم. بس أنا كنت عارفة إنه هيوديني لأهلي. خبيت حبل معايا في الشنطة ومشيت معاه، وإحنا ماشيين اتخانق معايا خناقة جامدة ورمى عليا كلام، وحسيت إنه عرف موضوع أخوه وأبوه وكان ناوي يصبحني. وقسنا عند الترعة وصدلنا نزعق، طبعاً علشان هو كان تعبان ومريض على طول، كان ضعيف قوي، يا دوبك زقيته. أنا اللي قدرت أغلبه وفضلت مكتفاه وما تملكش مني. كنت بزقه في الأرض، بس هو لما لقاني أقوى منه راح عضني في صباعي لدرجة إنه قطع حتة من صباعي. ساعتها أنا رحت عضاه من خده وزقيته على الأرض، زقيته جامد، وقع وما حطش منطب. رحت مكتفاه من إيده ورجليه بالحبل علشان ما يعرفش يعوم، ورحت رمياه في الترعة، وارتحت منه وارتحت من كلامه ومن قلة حيلته. رتبت دماغي كلها إني هروح البيت ومشيت، وطول السكة ما كانش في دماغي غير إني خلاص خلصت منه، وإني أخيراً هكون مع الشخص اللي بحبه واللي فعلاً بكون مبسوطة وأنا في حضنه. مشيت ورحت عند بيت أهله وقلت لهم إني مش عارفة هو فين، بس ما نكدبش عليكم هما كانوا حاسين بكل حاجة، حتى أمه وأخوه وأبوه. ورغم كده أخوه فضل معايا علشان فعلاً كان بيحبني. فضلت قاعدة هناك وعملت محضر إنه غايب. وبعد فترة قليلة جداً الجثة بتاعته طفحت على المية، بس في حتة جنبنا. وقتها جم قالوا لأهله تعالوا شوفوا، يمكن يكون هو ابنكم يا حماية وأخوه. راحوا وعرفوا إنه هو، بس ما رضيوش يقولوا، سكتوا علشان ما يحصلش فضايح ومحدش يعرف حاجة، رغم إنهم عارفين ومتأكدين، وخصوصاً أخوه، إن أنا اللي عملت كده، بس محدش فيهم اتجرأ يتكلم. فضلت كل الفترة دي وأنا معاه، وكل حاجة كانت مترتبة إننا نتجوز، حتى هو كان موافق، وأبوه رغم اللي حصل بينا برضه كان موافق علشان أنا كنت ماسكة زل عليه. لكن الولية الكبيرة دي اللي كانت مدوخاني كانت حاسة بكل حاجة، ولما عرفت وخدت بالها كويس قوي إن أنا وابنها راسمين على جواز، وكانت دايماً تحس بينا إننا بنبقى مع بعض. وإحنا كل يوم بالليل كان هو بيسيب كل حاجة ويجيلي، وعيالي ما كانوش بيبقوا قاعدين معايا، وكنا بنوصل لحد الصبح سوا كأننا متجوزين. بس أنا كنت عايزاه يكتب عليا رسمي علشان يبقى جوزي قدام الناس، وعلشان برضو ما بقاش بعمل حاجة حرام. وقلت خلاص صفحة عبد النبي اتقفلت، وهعيش بقية حياتي مع أخوه. لكن حماتي مرضتش، وفضلت في الرايحة والجاية تشتم عليا وتلاسن عليا وتقول لي كلام مش هينفع أقوله هنا، انتوا عارفين ممنوع. زهقت منها وقلت يعني كل اللي أنا مخططه له هيروح على الفاضي بعد ما قتلت عبد النبي واتخلصت منه، والقصة ماتت ومحدش حس ولا عرف إني أنا اللي عملت كده، حتى أهله نفسهم سكتوا. كل ده هيروح كده؟ قلت لأ، وحطيت في دماغي إن أنا مصيري هخلص منها وارتاح من لسانها. جيت في يوم قعدت معاها وكلمتها بالراحة والحنية، وقلت لها يا ماما هو أولى من غيره، والمفروض إنه يربي عيال أخوه. لقيتها بتقولي والله ما أخليكي تناولي اللي في بالك، وأنا أخليكي تعملي اللي انتي عايزاه، وابقي وريني هتتجوزي إزاي. هفضحك في كل حتة ومش هخليكي تتجوزيه مهما حصل. هي قالت لي الكلام ده وأنا بصراحة قلبي قايد نار منها. فضلت طول اليوم وأنا مزاجي متعكر، وبالنسبة ليا ده كان آخر فرصة ليها. اليوم ده قعدت مع أخوه واتكلمت معاه، وفهمته إن أنا بحبه
وإن أنا عملت كل ده علشانه، علشان أبقى معاه، وإني مش مستعدة إن الموضوع ينتهي كده، وأنا عايزة أرجع بيت أهلي وعايزة أفضل معاهم في البيت، بس عايزاك تتجوزني رسمي. إحنا ما بنسيتش بعض، بس أنا عايزة الموضوع يبقى رسمي. قال لي إنه هيعمل كل اللي أنا عايزاه، وإنه ما عندوش استعداد يسيبني، وكان متمسك بيا قوي زي ما أنا بحبه بالظبط. بس بصراحة غيظي من الولية ما قدرتش أتجاهله، ما قدرتش حتى أقول مش مشكلة طالما النية إني هعيش معاه. كنت متغاضة منها قوي، وقلت إن أنا لو خلصت منها خلاص هعيش من غير وجع دماغ، أعيش معاه هو بس. تاني يوم الصبح الولية دخلت الزريبة. أنا دخلت عليها ومسكت خشبة، ومن غير أي مقدمات فضلت أضرب فيها لحد ما ماتت. غل السنين جوايا وأنا بضربها، علشان فعلا كنت مفروسة منها ومحروقة منها. بعد ما ضربتها واتأكدت إنها ماتت، لقيت نفسي بعيط وبصوت وبقول أخيراً أخيراً ارتحت منك ومن شرك، خلي بقى اللي انتي عارفاه ده ينفعك. خدت بنتي وقتها ومشيت، لأن الصبيان يعني عادي لما أسيبهم، وأنا ما كنتش مهتمة غير ببنتي. بس طلعت أجري في الشارع، بس طبعاً اتقبض عليا، لأن المباحث راحت وشافت الولية وهي غرقانة في دمها. وأول ما سألوه عرفوا إن أنا اللي عملت كده. مش عارفة أنا عملت كده فيها ليه، كنت ممكن أسيبها وأتجوز وأعيش معاه وخلاص، ما هو كان هيتجوزني غصب عنها. لكن غيظي منها معرفتش بصراحة إن أنا أتجاهله، معرفتش أقعد كده وخلاص. ولما اتقبض عليا المرة دي كل حاجة اتعرفت. قصة عبد النبي اللي محدش حس بيها ولا حد عرفها اتعرفت. المباحث راحت، ولما عرفوا إن أنا اللي قتلتها بقوا يتجسسوا ويتكلموا مع الجيران وهنا وهنا. وطبعاً انتوا عارفين الحيطان ليها ودين، واللي كان بيحصل في البيت كان معروف لناس بره. حد من الجيران اتكلم، والمباحث عملت تحريات وعرفوا إن أنا ورا الموضوع. جابوني وأنا ما نكدبش عليكم، وقتها اعترفت بكل حاجة، وقلت إني كنت بحب أخو جوزي، وقلت كل حاجة حصلت، وقلت إني جمعت بينهم التلاتة، وإني قررت أخلص من عبد النبي علشان أتجوز أخوه وأعيش مرتاحة البال ومتهنية مع الراجل اللي عرفني يعني إيه جواز. وإني ما كنتش مرتاحة مع جوزي الأولاني، كان حيله مهدود وعلى طول تعبان. قالوا لي إيه بالظبط اللي حصل، وأنا شرحت كل حاجة ومثلت كمان الجريمة. بالنسبة لحماتي فهمت القصة، اعترفت لأني ما لقيتش أي مفر، لأن كل الناس كانت عارفة ومتأكدة إني أنا اللي عملت كده، ومحدش عنده شك. كل حاجة خلاص اتكشفت. بس الغريبة إني لحد دلوقتي مش زعلانة على اللي عملته مع أخو جوزي ولا أبوه، ولا حتى زعلانة إني قتلتهم. أنا أكتر حاجة مضايقاني إني خسرته ومعرفتش أكون معاه زي ما كنت عايزة، والحاجة اللي عملت كل ده علشانها هي نفسها ضاعت مني. الحاجة اللي قلبت الدنيا وهدت الدنيا وكتلت وبقيتش معايا، دي أكتر حاجة مضايقاني. لكن تقولولي ندمانة إنك عملتي كده مع أخو جوزك ومع حماكي وفرطتي في نفسك؟ أقول لكم الصراحة لأ. وبكده تكون انتهت معانا القصة النهاردة، وياريت تشاركوا القصة مع أصحابكم علشان هم كمان ياخدوا عبرتهم ويقولوا لنا رأيهم إيه في الكومنتات. ودي كانت حكايتنا النهاردة. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة.